صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع تصحيح الامتحان الاول والامتحان الثاني الشامل للباب الاول بالنسبه لسنه اولى. يلا يا باشا نشوف الامتحان اللي كانت بتتكلم على ايه. اذا علمت ان الماده ايه تستخدم لانتاج الطاقه، اكيد يا دكتور جلوكوز. كل الاختيارات يا عم اولها جلوكوز. ويتم تخزينها في صوره الماده بي في النبات، سي في الانسان. يبقى مين بي؟ اكيد نشا. مين سي؟ اكيد جلايكوجين. الاجابه كده الصح جيم. اللي بعد كده من خلال الشكل المقابل واللي بيبين لنا عدد من ذرات الكربون في مركبين عضويين. المركبين دول بيكونوا س وصاد زي ما احنا شايفين اهو. س عنده 12 ذره كربون، صاد عنده 6 ذرات كربون بس. وبيقول لك المركب صاد هو ايه؟ علما بانه داخل في سكر القصب بس. داخل في القصب بس. يبقى مين هو اللي داخل في القصب بس ومش داخل في سكر اللبن؟ الفركتوز. ليه يا دكتور مش الجلوكوز؟ لانه لو كان جاني الجلوكوز يبقى داخل في الاثنين. نوع الكحول الذي يدخل في تركيب الشموع اللي هو احادي الهيدروكسيل، ماله؟ يحتوي على ايه بالنسبه للي داخل في الفوسفوليبيدات اللي هو الجليسرول؟ طب الجليسرول يا دكتور ده ثلاثي الهيدروكسيل. طيب تعالى كده نشوف الاحادي بالنسبه للثلاثي يبقى عنده كام بالنسبه لي؟ تلت. دي فيها واحده دي فيها 3، يبقى الاجابه تلت. اللي بعديها مركب معقد لا يذوب في الماء ولكنه المونيمر بتاعه بيدوب في الميه، يبقى استحاله الزيوت. ماشي. ويعطي نتيجه ايجابيه مع كاشف ما بلون ازرق، يبقى ده النشا هو اللي بيدي كاشف ما بلون ازرق، بيدي نتيجه ايجابيه مع اليود يدي لون ازرق. البروتين البسيط بالدم بس ما تكملش 4. ايه ده ازاي؟ مين هو البروتين البسيط اللي في الدم ده؟ الالبيومين. الالبيومين يحافظ على اتزان الجسم الاسموزي ويحتوي الا على 4 بس. مين هم ال4؟ كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. يبقى ال4 الالبيومين. كل مما يلي يعد وجه تشابه بين الدي ان ايه والار ان ايه ما عدا عدد ذرات نيوكليتيدات النيوكليتيده كلها، صح دي الف. طب عدد ذرات الكربون 5 ما تنفعش ب. طب عدد ذرات الهيدروجين 10 ما تنفعش ج. طب مجموعه الفوسفات بالنيوكليتيده 1 ما تنفعش دي كمان. يبقى الاجابه الف. يدخل النيتروجين في كل مما يلي ما عدا الريبوز لانه سي 5 اتش 10 او 5. فين النيتروجين اللي فيه؟ 8. لو زادت قيمه البي اتش في الامعاء من 6 ل 8 يحصل ايه؟ يحصل دبليو. يعني ايه يا دكتور؟ اساسا البي اتش اللي في الامعاء المناسبه من كام لكام؟ من 7.5 ل 8. كون ان انا رفعتها من 6 ل 8 ده يخلي التفاعل ايه؟ يزيد. طب التفاعل يزيد دي انهي واحده؟ دبليو بس. في ناس بقى اتلخبطت وعكت وما اعرفش ليه بصراحه، مع انه سؤال كان مباشر جدا ومكتوب عندك في الكتاب حتى. اذا علمت ان انزيم اللايبيز الهاضم للمستحلبات الدهنيه الاحماض الدهنيه والجليسرين يعمل في درجه بي اتش 8، ايه اللي يحصل لما البي اتش تتقلب من 2 ل 8؟ اكيد مدخلات التفاعل هتبتدي تقل، نواتج التفاعل هتبتدي تزيد. يبقى ده الغلط والف غلط لان هو عامل لك حاجات ثابته. المفروض المستحلبات تقل، ايوه هي الاجابه. المفروض الاحماض الدهنيه تزيد مش تقل، يبقى عشان كده ب غلط. ايه الوحيده اللي تنفع دي؟ لعلاج النهجان الناتج من نقص كريات الدم الحمراء. نقص كريات الدم الحمراء هتعالجها بايه؟ نقص الهيموجلوبين هتعالجه بايه؟ بالحديد. كل مما يلي بروتينات تركيبيه ما عدا النشا تخزينيه، السليلوز في الجدار، الفوسفوليبيدات في الغشاء. البروتينات البسيطه موجوده في اوراق وبذور النباتات، موجوده عندنا احنا كمان في بلازما الدم. عند 17 حمض اميني عدد الروابط انقص واحده يبقى 16. ما مدى صحه العبارتين التاليتين؟ الايض هي عمليه الاكسده والبلمره، صح. طب الاكسده هي انتاج طاقه بينما البلمره هي بناء البروتين، صح. العبارتين صح، الاجابه الف.
عدد الفوسفوليبيدات اللي يكونها 40 حمض دهني، كل فوسفوليبيدايه عايزه 2، يبقى ال 40 يكونوا 20 حمض دهني. الاجابه الف. اللي بعد كده اي مما يلي يتطابق مع، يعني ايه يتطابق؟ يعني ذراته زي ذرات نيوكليتيدة الدي ان ايه. طب نيوكليتيدة الدي ان ايه فيها 5، مين هما؟ كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين، فوسفور. مين تاني في 5؟ الكازين، بروتين اللبن. الشكل المقابل يمثل ايه؟ صدقني حليناها، النيوكليوتيدة. ليه يا دكتور؟ على اعتبار ان دي السكر، وان دي الفوسفات، وان دي القاعده، ورسمتها لك على السبوره وحليناها مع بعض، يبقى الاجابه نيوكليوتيدة. مونيمر ما تكملش نيوكليوتيدة. مونيمر يحتوي على الفوسفور والنيتروجين. طب ليه مش الكازين؟ ليه مش الفوسفوليبيدات؟ لانه بيقول مونيمر. تنفع امتى؟ لما يقول بوليمر. يبقى الاجابه نيوكليوتيدة. 18 تحويل النشا الى جلوكوز. ده يعتبر ايه؟ كون ان انا اهضم النشا، انت خلاص قلت كون انك بتحول النشا للجلوكوز. هضم امتى؟ هضم لما يقول لك تحويل الجلوكوز الى طاقه. اي السكريات التاليه مصدرها نباتي؟ السكروز. طب الجلايكوجين واللاكتوز حيواني، ده في الكبد والعضلات وده في اللبن. الاسرع في هضم النشا، الاسرع على انزيم اللايبيز، انهي واحده يا دكتور؟ اللي درجه الحراره ملائمه والبي اتش ملائمه، اللي درجه الحراره 37 والبي اتش 7.5، الحاجات المناسبه لانزيم الاميليز. اي العبارات التاليه صحيحه؟ ودي حسبناها للكل صح عشان في غلطه مطبعيه هنا. الانزيمات جميعها بروتينات، وهي الاجابه، وحسبناها للكل صح. اي الاختيارات التاليه تعبر عن درجه الحراره المثلى بشكل صحيح؟ انهي واحده تركب على كلمه درجه الحراره المثلى؟ درجه الحراره اللي عندها يعمل الانزيم باعلى درجه اللي هي ج. رفع قيمه الاس الهيدروجيني، يعني كون ان الهيدروجين يبقى البي اتش اكبر من 7، رفعه يبقى قاعدي. ده يرجع الى ايه؟ ايه اللي هيكون فيه كتير؟ المجموعه القاعديه ال NH2. من خلال الرسم البياني المقابل والذي يمثل ماذا يحدث عند النقطة إكس. أهي الرسمة أهي. إيه اللي حصل عند النقطة إكس؟ ارجع كده للاختيارات. تغير طبيعة الإنزيم، والإجابة ج. الإنزيم اتحرق، الإنزيم باظ مننا، الإنزيم درجة الحرارة وصلت لدرجة الحرارة العليا. أي القواعد التالية يستحيل إنها توصل مع السي 5-10O4، يعني ما يستحيل تبقى موجودة في الدي إن إيه؟ اليوراسيل. ب. ماذا يحدث عند غياب الطبقة الشمعية المغطية لأوراق النبات؟ يبقى تفقد كمية كبيرة من الماء خلال عملية النتح، يموت النبات، يجف النبات، كل دي حاجات صح. علل. يتوقف عمل انزيم الاميليز عند وصوله الى المعدة بسبب اختلاف البي اتش من 7.5 الى 1.5، لان الانزيم الاميليز لا يعمل الا في الوسط القاعدي. من خلال الشكل المقابل مين موجود في جسم الانسان موضحا المدى الحراري؟ طب ما ترجع كده اهو. مين موجود في جسم الانسان اللي درجه حرارته المثلى 37 ولا اللي درجه حرارته المثلى 70؟ ب طبعا. في ناس مختاره لي هنا كميه قلق يا راجل. طب ما اوضح المدى الحراري. المدى الحراري بنكتب، قلنا عند كل واحد كام؟ قلنا عند كل واحد بنكتب رقمين، هنا من 10 ل 50، هنا من 30 ل 100. يبقى الاجابه ب، وبعد كده من 10 ل 50 ومن 30 ل 100. اعطي مثالا لماده تهضم في الوسطين الحمضي والقلوي. البروتين بالبيبسين في المعده والتريبسين في الامعاء، وقلناها في الحصه. ما الكواشف اللي بتستخدم عن طريق الكشف في الامراض عن طريق البول، وما الامراض التي تكشف عنها؟ الكواشف كانوا 2. بندكت بيكشف عن البول، السكري بيكشف عن السكر، التاني البيوريت الازرق بيكشف عن وجود البروتين في البول، بيكشف عن طريق الفشل الكلوي. يبقى هما 2، بندكت الازرق والبيوريت الازرق، وبكده هكشف عن 2، وجود السكر ووجود البروتين في البول. الامتحان الاول خلص، تعال نبص على الامتحان التاني. الامتحان التاني يا شباب بيقول يتشابه الكربوهيدرات مع الليبيدات البسيطة في أن كليهما الاتنين فيهم ايه؟ يا ترى يحتويان على نفس عدد الذرات ولا نفس الانواع؟ نفس الانواع، هنا كربون هيدروجين اكسجين، هنا كربون هيدروجين اكسجين. يبقى يحتويان على نفس الانواع. اللي بعديها من خلال الشكل المقابل قول لي ده انزيم ايه؟
قيمة البي اتش المثلى ما بين الواحد ونص وما بين الاتنين ونص، يعني قيمة البي اتش المثلى حمضية. مين يا دكتور اللي بي اتشه حمضية؟ البيبسين اللي شغال في المعدة. اللي بعديها إذا علمت أن إنزيم اللايبيز يهضم المستحلبات الدهنية وليس غيرها من البروتينات، يبقى فكرك الخاصية دي خاصية إيه؟ ألف وجيم معا، كون إن هو مختلف عن العوامل الحفازة في التخصص، وإن كل إنزيم لمادة هدف، ألف وجيم معا. من خلال الشكل المقابل قول لي فكرك كده، درجة الحرارة المثلى هتكون أعلى ما يمكن فين؟ أنا مدي لك رسمة وبقول لك إن المنحدر كان عامل كده، يبقى درجة الحرارة المثلى هل بعد 40 ولا 40 ولا قبل 40؟ قبل 40 هتكون هنا في الحتة دي، يبقى أنهي واحدة اللي صح؟ أقل من 40. لعلاج مرضى الغدة الدرقية ما تكملش يا دكتور، أكيد هنديهم يود. برافو عليك، أكيد هنديهم يود عشان هرمون الثيروكسين. تختلف الليبيدات البسيطة الصلبة. يعني إيه يا دكتور الليبيدات البسيطة الصلبة؟ أنا ما فهمتش. يعني الدهون عن الشموع، هم دول الليبيدات البسيطة الصلبة. يا ترى بيفرقوا عن بعض في إيه؟ عدد الأحماض الدهنية واحد في 3 واحد في 1. نوع الكحول ايوه، واحد احادي الهيدروكسيل والتاني ثلاثي الهيدروكسيل. الف وب معا ايوه هي الاجابه. من خلال الشكل المقابل مين يتطابق ذراته مع النيوكليتيده؟ يعني مين فوسفو ليبيدات؟ قول لي انت كده مين فوسفو ليبيدات؟ اكيد اللي فيه كام حمض دهني؟ اللي فيه 2 حمض دهني. يبقى الاجابه صاد. بروتين مرتبط بالدم يا اخي مفيش غيره، الهيموجلوبين. طب ليه يا دكتور مش الالبيومين؟ لان ده بروتين بسيط، ده مرتبط بالحديد لكن ده مش مرتبط بحاجه. اللي بعديها سؤال يوقعك وقعتوا فيه. اي الخطوط التاليه بالشكل البياني المقابل تعبر عن تفاعل انزيمي في الامعاء لما تغير البي اتش من 7.5 تخليها 8؟ واحده هي اساسا بتعمل ما بين 7.5 ل 8، فانت خليتها لي 7.5 خليتها 8 ما تاثرتش، يبقى الاجابه اكس. امتى يحصل اختلافات؟ لو انت غيرت لي البي اتش وخليتها لي 3 ساعتها يبقى كده هتنزل بقى ساعتها، يبقى هنا اكس. اذا توقف انتاج الطاقه فمين اللي هيتوقف بشكل مباشر؟ انا وقفت الطاقه يبقى وقفت ايه؟ وقفت الهدم. لو علمت ان A و B من نفس البوليمرات ولكن A 4 ذرات B 5 ذرات منهم الفوسفور، نفس البوليمرات، دكتور الوحيد اللي فيه 4 انا خدته الالبيومين، يبقى الف غلط. طب مين في 5؟ الفوسفات فيها 5 والنيوكليتيدة فيها 5 والكازين فيه 5، بس هو فوق بيقول من نفس البوليمرات، يعني الاثنين بروتين، يبقى البيومين كازين. طب ليه دي بروتينات؟ لا دي ليبيدات. دي بروتينات؟ لا دي احماض نوويه. يبقى دي الوحيده اللي هتنفع، دي بروتين ودي بروتين، دي 4 دي 5. الاسم الدارج لسكر ثنائي متجانس التركيب، يعني مين المالتوز؟ المالتوز سكر الشعير، هو الاسم الدارج بتاعه. إذا كان هناك مركبين يحتوي على 3 مجموعات فوسفات، 3 بس يا دكتور خلاص يبقى الاي تي بي هي أول واحدة، ماشي. وآخر يحتوي على مجموعة واحدة لا الدهون فيها ولا الشموع فيها، يبقى الإجابة ب. مجموعات الكربوكسيل الحرة ما تكملش واحدة يا دكتور. طب يمكن من 14 حمض أمين، إن شاء الله يكون من 1000 حمض أمين. الحرة اللي هي بيبقى على الطرف تبقى 1. كمية الطاقة المستخرجة من 3 جرام رز تجيبها من قد إيه سم يا دكتور؟ تساوي ولا أقل منها ولا أكثر؟ أقل منها. الرز أقل من السمن، البروتين الكربوهيدرات أقل من الليبيدات، يبقى الإجابة هنا هتختار ب. وجه اختلاف، سؤال لخبطكم، وجه اختلاف بين البروتينات والدي ان ايه، وجود اليود في تركيبهما. اليود يا هنا يا هنا. اليود في البروتينات، البروتين الثيروكسين، لكن الدي ان ايه لا. طب وجود الكربون، الاثنين فيهم كربون. وجود الاكسجين، الاثنين فيهم اكسجين. وجود النيتروجين، الاثنين فيهم نيتروجين. لكن اليود في البروتين الثيروكسين بس مش في الدي ان ايه، يبقى الاجابه الف. يستطيع الصائم القيام بنشاطه اليومي. طب جاب طاقه منين ابن اللذينه ده؟ يلجأ للدهون كمصدر للطاقه. من خلال الشكل المقابل قول لي انت عندك في الرسمه كام غلطه؟ صدقني حليناها في الواجب. عندي كام غلطه؟ اولا انت عامل انزيم البيبسين يا دكتور، يبقى لازم البي اتش 1.5 ل 2.5، ادي واحده.
لازم درجة الحرارة 37 درجة مئوية، ادي 2 بس. في ناس بقى مختاره لي 4. ممكن تقول لي يا باشا مين غلطان؟ والله يا باشا ما اعرف. يبقى اللي هنا كام غلطة؟ 2، درجة الحرارة ودرجة البي اتش، وصدقني حليناها. من خلال الشكل المقابل الانزيم 3 هو مين؟ الانزيم 3 البي اتش المثلى عند 8. يبقى مين ده؟ التريبسين اللي هو اللي في الامعاء. المونيمر المكون للجدار الخلوي جلوكوز. مش سليلوز ده لما يقول لك البوليمر. يا اخي بالراحه ما تتلخبطش. المونيمر المكون للجدار، مين اللي بيكون الجدار اصلا؟ السليلوز. المونيمر بتاعه ايه؟ جلوكوز. بتتلخبطوا لانك بتنتش وتجري من الاخر في الامتحان. معرفش في ايه مستنيك بره، معرفش. يكشف عن الماده الموجوده بزلال البيض. زلال البيض ده اللي هو بروتين. مين اللي يكشف على البروتين؟ البيوريت الازرق. راح واحد قال لي وانا مش عارف ان زلال البيض ده في البروتين. ما مكتوبه لك يا حبيبي في الكتاب وحليناها مليون مره قبل كده. حدد مدى صحه العبارتين التاليتين. معدلات الايض عند جميع الافراد متساويه. غلط. طب البناء اكتر عند الاطفال من البالغين. ايوه طبعا. يبقى الاولى غلط الثانيه صح. الاجابه د. العلاقه بين نواتج التفاعل والزمن لما تضيف انزيم. كل ما الانزيم يتحط معايا كل ما نواتج التفاعل هتزيد. يبقى العلاقه طرديه. الاجابه ا. خش على اللي بعده 24. اي القواعد التاليه لا يتواجد في المنتج للبروتين؟ يعني لا يتواجد في الار ان اي. مين مش في الار ان اي؟ التي الساينين. اذا اعطيت المدى الحراري من 10 ل 66 فإن درجة الحرارة الدنيا اللي هيبدأ عندها 10. اعطي مثالا لمادة تهضم في المعدة والأمعاء. نفس السؤال في النموذج الثاني. البروتينات بإنزيم البيبسين والتريبسين. علل يتوقف عمل إنزيم البيبسين عند وصوله للأمعاء لاختلاف البي اتش من الحامضية للقاعدية، لأن إنزيم البيبسين يعمل عند بي اتش 1.5 2.5. مين اللي يكشف عن نواتج هضم زبدة الفول السوداني ولونه زبدة؟ يبقى دهون. يبقى مين هو؟ سودان 4 لونه أحمر. رتب من الأسرع إلى الأبطأ. هبدأ بالعنب سكر الجلوكوز، عصير المانجا سكر السكروز، المكرونة النشا، السمن الدهون، آخر حاجة خالص العدس البروتينات. يبقى المفروض عنب مانجا مكرونة سمنة عدس. عايز 3 عوامل تبطئ سرعة الإنزيم. المثبطات، اختلاف درجة الحرارة عن المثلى، اختلاف درجة البي اتش عن المثلى، انخفاض نسبة الإنزيم، انخفاض تركيز مادة التفاعل. ده انت معاك 5. وبكده انت فهمت نقطة نقطة. اللي ما تفهمش نتواصل مع بعض على الواتساب ونتقابل ان شاء الله في امتحانات وافكار جديدة ونتقابل على خير. باي باي يا شباب.